عبد الله جايب صار قال لي اذبحه اخلص اقول له لا رب يكون ما يحصل. النهارده انا معاكم من المكان الجميل ده بفضل الله ثم مساهمتكم ذبحنا عجلين وخروفين وهنوزعهم كمان شويه، وكل الاضاحي دي هتوصل لمستحقيها عن طريق مؤسسه الصديقيه للخدمات الثقافيه والاجتماعيه، وبشكرهم عشان هم اللي تولوا الذبح والتقطيع والتوزيع، وانا هنا النهارده عشان اساعد معاهم. وعايز اشكر الاستاذه جيهان زكي بالاخص عشان هي اللي واقفه بتساعد معانا. أنا جيهان زكي، مدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. لقمة خير ضحت النهارده بعجلين وخروفين. أنا كنت زي أي حد بتفرج عليها، كنت بفتكر إن الأكل ده ماركتينج. بعد ما حصل التواصل قالت لي طيب أنتِ عندك إيه بكرة؟ عندك كام؟ عندي 250 وجبة. هي جابتهم لي، أنا ما صدقتش إن ده فعلا زي اللي هي بتقوله، الحاجة جت كأني أنا رايحة أنا وعيالي مكان وهاكل فيه على أعلى مستوى. اسمك لونك حتى دينك ودنيتك بلدك ناسك اعتبرنا عزوتك. هي قلبها جميل، وقد ايه هي بتحب توصل الحاجة للناس، بتحب تقف على حاجتها لغاية ما تطمن ان الامانة اللي الناس استأمنوها عليها وصلت لكل مستحق. واللقمة لقمة خير زي ما لقمتنا لقمتك، المهم ان انت تعرف انك واحد مننا. وهيكون عدد الاسر المستفيده من الاضاحي النهارده تقريبا 450 اسره، والتوزيع هيكون شامل المنوفيه وبني سويف ودار السلام ومصر القديم وامبابه وبشتيل والهرم و6 اكتوبر. وبجد بجد انا ما كنتش اعرف اعمل حاجه من غيرهم. واشوفكم على خير يا اهل الخير.